مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الفطير الشرقي مشكل لحوم بأسهل طريقة، وهيطلع معانا مظبوط وأحلى مليون مرة من اللي بنشتريه من المحلات، وهيطلع كمان مرة وزي العسل. في البداية عندي نص كيلو دقيق وعندي رشة ملح، وهبدأ أعجن. هعمل بالنص كيلو، هعمل فطيرتين. أعجن كويس خالص خالص. طبعا هضيف المية شوية بشوية لحد ما أحصل على القوام يكون طرية ما بتلسعش. وبعمل للفطيرة الواحدة 3 كور، وبدهنهم دهنة زيت خفيفة واسيبهم يريحوا كمان تلت ساعة نص ساعة، واغطيهم بحاجة بلاستيك علشان الوش بتاعهم ما ينشفش وما يتعبنيش انا وبفرد. بيكون كده شكله مش حلو. ادي الكورة. طبعا الكورة بيكون حجمها وسط، وانتوا لو عايزين تخلوا الفطيرة يكون حجمها كبير بنضاعف حجم الكورة. هنا عندي الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا تحبوا. انا هنا هستخدم الهوت دوج وهستخدم البيكن، شرايح لحمة خفيفة بالشكل ده. طبعا انا مش مسوياهم، انا بس مطلعاهم من الفريزر وسبتهم لحد ما فكوا خالص وبيجوا بدرجة حرارة المطبخ. وكمان عندي مشكل جبن، لكن الحشوة انتوا اللي عايزين تعملوها اي حاجة موجودة عندكم في البيت، يعني دي مش حاجة اساسية. بعد ما العجين يريح خلاص تلت ساعة هبدأ افردهم. طبعا هستخدم سمنة. احنا طبعا بنفردها زي الفطيرة المشلتت العادية خالص. انا عاملة الكور صغيرة مش كبيرة علشان انا عايزة حجم الفطيرة يكون وسط. خلاص بعد ما فردتها بالشكل ده بديها دهنة سمنة خفيفة والمها من كل ناحية زي الفطيرة العادية بالظبط، واركنها على جنب. وبعد كده هبدأ افرد في الكورة التانية. طبعا مش هحط الحشوة دلوقتي. بعد ما خلاص فردت الكورة التانية بالشكل ده بجيب اللي كنت عاملاها الأول، بحاول أفردها أوسع في الحجم بتاعها شوية علشان أقدر أحط فيها حشوة زي ما أنا عايزة، يعني أكتر في الحشوة براحتي. على قد ما نقدر نفرد فيها نفرد يعني. هنا عندي البيكن. طبعا الحشوات زي ما انتوا عايزين، دي حاجة مش أساسية، يعني المتاح عندكم في البيت ممكن تحشوا بيه. بعد ما فردت كل البيكن بحط الهات دوج. طبعا الهات دوج أنا عاملاه شرايح يعني خفيفة خالص علشان ما تاخدش سوا معايا كتير في الفرن، يعني أقل نار بتسويها. وكمان هضيف الجبنة بتاعتنا. بعد كده هقفل عليها واركنها على جنب. كمان لسه عندنا كورة تاني هنفردها. هنا خلاص فردنا الكرة التالتة. هحط فيها الفطيرة واقفل عليها واسيبها لحد ما اشغل الفرن والفرن تسخن، تكون ريحت يعني حوالي 10 دقايق.
بعد حوالي 10 دقايق كانت الفرن خلاص سخنت، هبدأ أديها فردة خفيفة وأدخلها الفرن، بسويها على نار عالية، بتاخد حوالي 35 دقيقة في الفرن على أعلى درجة. لو احتاجت إن نشغللها الشواية بنشغللها الشواية بعد ما خلاص تكون استوت وأخدت اللون من تحت، بس عشان يتلون من فوق مش أكتر من كده. هنا طبعا أنا ما شغلت الشواية ولا أي حاجة، طلعت بالمنظر ده، حاجة في منتهى الروعة بصراحة، خطيرة وحلوة ومورقة وطرية وزي العسل. هفتح لكم واحدة تشوفوا التوريقة من جوه عاملة ازاي. طبعا أنا بقطعها هي لسه وسخنة، مش قادرة امسكها، يعني واخدة بصوا اللون من فوق ومن تحت، اللون تحفة، وكانت كمان التوريقة بتاعتها ملهاش حل. شايفين عاملة ازاي بالواحدة بأمانة، الورق يتعد كده بالواحدة، وكمان الحشوة خطيرة. يعني أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تكتبولي كومنت حلو تقولولي ايه رأيكم، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش ياريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد، وكمان فولو على صفحة الفيسبوك مطبخ كامل. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.